الفيديو الاساسي والمهم لكل سنه هو الفيديو الاولاني بتاع اول سنه، وبنحكي فيه احنا هنعمل ايه. مفيش احلى ولا امتع ولا اجمل من ماده معاشه. يعني ايه يا دكتور كلمه ماده معاشه؟ يعني ماده مش هتبقى معاك على مدار سنه واحده، حياتك بالكامل ممكن تبقى جوه الماده دي. يعني ايه برضه يا دكتور؟ ما فهمتش. ايا كان ايه تخصصك اللي هتدخل فيه، ايا كان الكليه اللي حضرتك هتكمل فيها، ايا كان مسارك العلمي والتعليمي والاجتماعي، محتاج ابقى عارف جسمي فيه ايه، محتاج ابقى عارف الدنيا ماشيه ازاي. كل سنه وانتم طيبين يا شباب، اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. الفيديو الاساسي والمهم لكل سنه هو الفيديو الاولاني بتاع اول سنه، وبنحكي فيه احنا هنعمل ايه. اول حاجه وحشتوني جدا جدا. اولا خطاب للدفعات القديمه، هفتقدكم جدا. انتوا الدفعات الوحيده 26 25 24 اللي ممكن تكون اخدتوا معايا 3 سنين، لان بدايه من دفعه 2027 احنا خلاص انتقلنا للنظام الجديد في التعليم اللي هو الاحياء في سنه واحده بس، اللي هي سنه ثالثه. بالنسبه لدفعه 27 احنا مش هنلحق نبقى اصحاب وعشره الا سنه واحده بس. اما بالنسبه بعد كده لدفعات البكالوريا 28 29 فبنفس الوضع، مفيش احياء تقريبا في ثانيه خلاص، ومفيش جزء احياء كبير في سنه اولى في ماده العلوم المتكامله. عشان كده حتى اللحظه دي احنا مش بندرسها. عشان كده اول حاجه هتوحشوني يا الدفعات القديمه، انتهاء بدفعه 2026. السنتر مفتوح لكم في اي وقت نيجي نسلم ونستعيد النوستالجيا بتاعت الايام الجميله مع بعض. اما بالنسبه لدفعه 27، ويلكم يا صاحبي في المدعكه، اهلا بيك في مشروع الدكتور. اول حاجه عايز افهمك ان الماده زي ما انا قلت في الاول دي ماده معاشه، انت مش بتذاكرها بس علشان خاطر المجموع، وبس عشان خاطر تجيب ال60 من 60، وبس علشان خاطر توصل للكليات اللي هم بيلبسوا بالطو من الاخر، الكليات العلميه. لا، ماده الاحياء هي ماده معاشه. انزيماتك، هرموناتك، مناعتك، دي ان ايه، حاجات كتير جدا ورحله كبيره حضرتك هتعيشها على مدار السنه. بعد ما تخلص بغض النظر عن درجتك الحاجات دي هتكمل معاك في حياتك بالكامل. طيب الدنيا ماشيه ازاي يا دكتور؟ يعني هنبدا امتى والكلام ده؟ اولا في خلال الاسبوع اللي احنا فيه ده استلام المذكرات شغال في السنتر بالتواصل مع ارقام الاداره والسكرتاريه، هيقولوا لحضرتك المواعيد اللي ممكن تستلمها فيها المذكره ايه. طيب المذكره وضعها عامل ازاي؟ لا مذكره السنه دي مذكره احنا خاطبنا فيها حاجه مهمه جدا، وهي ان حضرتك ما درستش الاحياء. عشان كده احنا عاملين هنا شرح تفصيلي جدا 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 فوق ما تتخيل. الفسفوسه هتلاقيها مكتوب، الشرح مفروش على يعني حاجات جميله جدا هتعجبك، رسومات توضيحيه جميله جدا هتفرحك. الدفعات القديمه بيقولوا فين احنا بقى الكلام ده؟ انت يا عم كنت بتبقى متاسس شويه، لكن زمايلك ما اخدوش. لما تيجي تشوف كميه الرسومات والحاجات والقوانين والمخططات اللي معموله هنا والخرائط الذهنيه، بجد هتتبسط جدا، بجد حاجه فاخره، مش هقول اقل من كده. ثم الجزء الثاني من المذاكره هو جزء الحل. طيب احنا محاضراتنا يا دكتور بتمشي ازاي؟ بص يا صاحبي، احنا محاضراتنا بتبقى يا اما بنظام الفيس تو فيس يا اما بنظام الاونلاين. وايا كان النظام اللي انت شغال بيه، هم بيبقوا محاضرتين 2 في الاسبوع لماده الاحياء، ومحاضره واحده بس بالنسبه للجزء الجيولوجي للناس اللي مشتركه معانا في الجزء الجيولوجي. محاضرات الاحياء هتبدا في الفيس تو فيس بدايه من يوم 12 ويوم 13 اغسطس على حسب مجموعتك. الناس اللي حاجزه حد واربع يبقى بدايتها الاربع 12، الناس اللي حاجزه اثنين وخميس يبقى بالنسبه لها الخميس 13. طب الناس اللي حاجزه معانا اونلاين هيبقى بالنسبه لها اول محاضره اونلاين يوم السبت 15 اغسطس. بتنزل المحاضره سبت وثلاث الساعه 7 على الابلكيشن. هل ده معناه يا دكتور احنا فيس تو فيس ملناش ابلكيشن؟ انت الابلكيشن مفتوح معاك مجانا السنه كلها. الابلكيشن هيكون معاك مفتوح طالما بتجدد الشهر، هتلاقي الابلكيشن معاك شغال، بحيث حضرتك غبت، حضرتك عايز ترجع لاي جزء تاني عايز تراجع فيه، حضرتك عايز تراجع لامتحان معين، حضرتك هتروح راجع. طيب محاضرتنا بقى بتبقى تمشي ازاي؟ المحاضره بتاعتنا اول جزئيه بتبقى شرح، والشرح هنا سواء في الفيس تو فيس او في الاونلاين بيعتمد على كذا حاجه. اولا السبوره،
اولا السبوره اللي بيتكتب قدامك على السبوره في منه كتير في المذكره، في حاجات لازم حضرتك تكتبها، في حاجات يا دكتوره لازم حضرتك انت اللي تكتبيها. فين يا دكتور؟ بتاعتك. في ناس تحب تعمل كشكول وفي ناس تحب تكتب في المذكره نفسها. يعني مثلا انا مليت حاجه صغيره مهمه جدا مثلا في انقسام الخليه، في التبرعم، الفرق ما بينه وما بين التجدد والانشطار، هي مكتوبه بس انا زودت حته. الحته الزياده دي ممكن تكتبها هنا جنبها، وممكن تروح حضرتك كاتبها في الكشكول بتاعك، سواء ده او ده، دي نقطه اختياريه ليك انت. ده اول حاجه. تاني حاجه الجاليري. ايه الجاليري يا دكتور؟ عندنا كميه مجسمات انت ما تتخيلهاش. زودنا السنه دي مجسمات انت ما تتخيلهاش. ليه؟ لان حضرتك ما درستش اي حاجه احياء قبل كده، وراعينا النقطه دي خصوصا في جزئيه النبات. الورقه، الساق، الزهره، الحاجات دي كلها بقى ليها مجسمات. الانسان فيه تورسو كامل كده بحجم الانسان، الهيكل العظمي فيه هيكل عظمي كامل بحجم الانسان 180 سم. هيبقى معاك حاجات تخدم عليك. المفصل، جبت لك مفصل ركبه عدل كما لو كانت ركبه والدتك. فمن الاخر انت مفيش حاجه مش هتبقى بتقول لا اصل انا ما تاسستش فيها علشان كده انا مش هعرف ان انا احل عليها. لا، ما تقلقش، النقطه دي احنا راعيناها. ثالث حاجه وهي المذكره نفسها، السلايدات اللي في المذكره، كل دي اجزاء هتساعدك كتير جدا في جزئيه الشرح. الشرح هنا هيبقى بالتفصيل الممل، فما تزعلش مني ولا تململ مني، لان ده لازم يتعمل. الجزء الثاني بقى وهو الحل. حل الواجب بتاع حضرتك هيكون في الاثنين دول على مدار السنه. هيبقى في كتاب الامتحان التدريبات زي ما انت شايف، كتاب مقلبص كده، وزيه بالظبط نفس القلبصه بالظبط المذكره بتاعتنا. عندك هيكون الواجب بتاعك موجود، مش هتدخل المحاضره اللي وراها الا اذا كنت حلل الواجب في الاثنين وانت داخل السنتر. من الاخر كده انت جاي فاتح كفنك يا صاحبي اهو، تروح داخل الاثنين كده، هتلاقي السكرتاريه موجودين قدامك هيعلموا عليك. لو انت حالل بتخش، لو انت مش حالل اول مره بنعديها بس بنعلم قدامنا علامه واجب، تاني مره بنكلم البيت، تالت مره بتركب 6 الا تلت. تمام يا باشا؟ علشان ما نبقاش على مدار السنه في شد وجذب. طيب بنمتحن ازاي؟ وايه هي الطريقه اللي بنمشي بيها؟ الخريطه اللي بتنزل معاك على مدار الشهر هي انت بتعمل ايه. انا اليوم ده ناوي مثلا ان انا عندي فيه سفر فيه، انا اليوم ده احنة اختي، انا اليوم ده ما عنديش فيه حاجه الحمد لله انا جاي. تمام، جاي على ايه؟ اخدته ايه المره اللي فاتت؟ ايه اللي هناخده المره اللي جايه؟ امتى اقرب امتحان؟ حاجات زي كده. فرضا تعريف الماده والنظام والشرح في الدعامه في النبات بدايه من يوم 12/8. انا بتكلم هنا في الفيس تو فيس. طب بالنسبه يا دكتور للاونلاين يبقى 15/8. المحاضره اللي وراها هنحل الواجب بتاع الدعامه في النبات في المحاضره. بالنسبه للفيس تو فيس هيبقى في السنتر، وبالنسبه للاونلاين في فيديو لوحده كده بيبقى اسمه فيديو الحل. فيديو الحل في المذكره، فيديو الحل في كتاب الامتحان، زائد شرح مقدمه الدعامه في الانسان، الجمجمه والعمود. طب اللي وراه هنحل عليه ونشرح واحده جديده. اللي وراه ركز كده، كويز على الدعامه في النبات والجمجمه والعمود. بالنسبه للفيس تو فيس ده بيبقى ورقي، حضرتك بتستلمه، بتمتحنه، بتسلمه لنا، بتاخدوا المحاضره اللي بعديها او اللي بعديها بالكتير بيكون متصحح. طب بالنسبه للاونلاين بيبقى موجود معاك في قلب المحاضره، والمحاضره مش هتفتح الا اذا امتحنت الكويز. واضحه؟ يعني هتفضل تدوس على شرح الحزام يعمل لا، لازم تمتحن الاول. تمام؟ نيجي للي وراها حل واجب، نيجي للي وراها في كويز تاني برضو مش هتتفتح معاك المحاضره، وشرح الحركه في النبات مش هيتفتح لك الا اذا عملت كويز على الدعامه في الانسان. طب بالنسبه للفيس تو فيس هيبقى ورقي. طب امتى بقى يبقى في امتحان بمعروف مفهوم الامتحان كده بقى؟ اهو هيبقى اول معاك امتحان الجمعه 4/9، هيكون امتحان على الدعامه في النبات والانسان، 25 سؤال في ساعه. تعال اعرفك يعني ايه امتحان، تعال اعرفك يعني ايه بابل شيت، تعال اعرفك يعني ايه تغلط. من الاخر كده ده بيبقى في يوم معين بنحدد له مكان، مثلا السنتر قاعه كذا، من الساعه كذا للساعه كذا. بتيجي حضرتك بتسجل، ما بتخشش المحاضره اللي وراها
برضو الا اذا كنت امتحنت. خد بالك في شروط معينه معاك علشان خاطر تكمل رحله مشروع الدكتور، انا قلتها تقريبا بالكامل. الشرط الاساسي واللي انا بدات بيه الفيديو هي ان مادتنا ماده معاشه. يعني ايه تاني ماده معاشه؟ يعني انا بعد ما بعرف ده كله ودخل في دماغي وخلاص بقيت مستعد للامتحان انا المعلومات دي بتفضل في دماغي. بقيت فاهم طنط الكبيره اللي كانت بتجيلنا زمان ليه كانت بتطلع السلم وركابها وجعها. بقيت فاهم بابا وهو رايح يعمل عمليه الغضاريف بعد الشر عننا كلنا هو رايح يعمل ايه. بقيت فاهم تيتا اللي عندها خشونه يعني ايه كلمه خشونه. بقيت فاهم انا جده كان عنده مثلا بنكرياس وحش مثلا وعنده مرض السكر ده جاله ازاي وعلاجه ايه وليه بنشيل الانسولين في الثلاجه وليه مفيش قرص انسولين. حاجات معاشه، ماده هتفضل مكمله معاك حياتك كلها بغض النظر انت هتشتغل ايه. عشان كده يا ريت تستمتع بالرحله دي، يا ريت ما يبقاش في شد وجذب مع بعض في خلال الرحله دي، نمشي في خلال الرولز والسيستم دي، وان شاء الله ان شاء الله نعمل صداقه جميله جدا مع دفعه 2027. مستنيكم وان شاء الله ان شاء الله جاهزين لانطلاقه السنه، وكل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله تشرفونا زي ما كل الدفعات اللي فاتت شرفونا ورفعوا راسنا دايما. نتقابل على خير. اجمد يا دكتور.